السلام عليكم. في قضية سلمان الخالدي يثار الكثير من الآراء. المعارض الكويتي اللي كان موجود في العراق وتم تسليمه إلى الكويت من قبل وزارة الداخلية وأيضا محافظ البصرة. خلينا نسمع أولا رأي قانوني في القضية. السلام عليكم. وعليكم السلام. تسليم سلمان الخالدي إلى الكويت من الجانب القانوني، طبعا من الجانب القانوني اليوم هو يعتبر مخالف للقانون، لأنه هو باعتبار مواطن يعني معارض، وبالتالي سياسة المعارضين داخل الدول تأتي هنا بمفهوم عدم تسليمهم للحكومة اللي معارضينها، بالتالي تم تسليمهم بهاي الطريقة يكون مخالف للدستور ومخالف للقانون، وبالتالي هو يعتبر مواطن عراقي بالأصل، لأن هنا تم سحب الجنسية الكويتية عنه وحصل لجوء وقامة سياسية داخل بريطانيا. المثل عند العرب يقول لك من يدخل لك دخيل لا تسلمه، او الدخيل هذا انت تكون يعني تحتفظ بوجوده بكيانه، هو ليش يجاك؟ بس احنا الموضوع الظاهر عندنا مختلف، يعني الانتربول ما يقدر على نور زهير، ما يقدر على بقيه السراق، يقدر على هذا الشخص. والله اذا اكو اتفاقيه بين الدول، يعني بعد هاي اذا اكو اتفاقيه تسليم المطلوبين، بالذات اذا كانت جرائم خطره، بعد هذا يعني لازم تسلم الدوله العراقيه. اللي يطب يمه هو الاصل العراق، يعني بعيدا عن كل الشعوب. اليوم اي دخيل يطب العراق ما حد ما ينطي. انتم لاغين هويته الوطنيه الكويتيه، فلماذا جلب الى الكويت لمحاكمته؟ انا اعتقد هناك لبس وخرق دستوري وقانوني من قبل محافظ البصره لتسليم المعارض الكويتي. شكرا جزيلا. أيضا الحكومة العراقية من خلال وزارة الداخلية وضحت في بيان رسمي أنه سلمان الخالدي دخل إلى العراق وتم اعتقاله وفقا لتعامل العراق مع الانتربول الدولي، الشرطة الدولية، و يعني هذه العملية بسبب وجود اسم سلمان الخالدي على نشرة الانتربول الحمراء، ما يعني أن العراق ملزم بتسليم هذا الناشط وهذا المعارض إلى دولة الكويت وفق بيان وزارة الداخلية. الآراء لكم، تحياتي.